هو يعني ايه جينجلز؟ اكس تالت مرة. الجينجلز هي كل أغنية إعلان سمعتها وعلقت معاك، سواء وانت في الامتحان أو وانت سايق أو وانت في مقابلة مهمة، زي الإعلانات دي كده. باظظ خالص اتولى عملت كنافة تسلم ايدك ست اميره اللي اتخرط واللي اتطرد. بس هل بقى كنت عارف إن الجينجلز أصلا بدأت من الخمسينات في الولايات المتحدة، لما شركات الإعلانات اكتشفت إنهم لو حطوا موسيقى قصيرة وجذابة مع كلمات سهلة، الإعلانات هتكون مؤثرة أكتر بكتير والناس هتفضل فاكرة المنتج بتاعهم. وده كان أول جينجلز ظهر في التاريخ كله، وكان عبارة عن أغنية بتقول ومن هنا بدأت الفكرة تنتشر في كل الإعلانات تقريبا. في الأول الجينجلز كانت بسيطة جدا، بس مع الوقت بقت جزء أساسي جدا من أي إعلان ناجح، لحد ما حبة منهم بقوا أيقونات بنسمعها في كل حتة. السمع ده حتى لو الإعلان نفسه ما بقاش موجود، عشان أثبتوا بالدراسات إن الجينجلز بتزود فكرة إنك تفتكر الإعلان بنسبة توصل ل 60% مقارنة بالإعلانات العادية. ففضلت تتطور لحد ما بدأ انتشار التلفزيون وبقت مختلفة وفيها إبداع أكتر. والنهاردة الجينجلز لسه جزء أساسي من الإعلانات، وبنستخدمها عشان نوصل رسالة الإعلان بطريقة مبتكرة وسهلة، فبالتالي بتعلق في دماغنا بشكل أسرع. فلو أنت عايز تعرف أكتر عن صناعة الجينجلز، ابعت لنا كلمة جينجلز ويلا نشوف هتودينا على فين.